الخطيب ولا تريكة؟ مين أسطورة الأهلي؟ لو جينا نتكلم عن أبو تريكة هنقول القديس اللي ملوش بديل أو حتى مجاش زيه في الدنيا. وياما سمعنا عن وش رجل أبو تريكة حكايات، وفي أفريقيا كان مرعب للفرق والمنتخبات. بس لو حطينا أبو تريكة في مقارنة مع الخطيب، هنا بقى يا ترى الكفة هتبقى مع مين؟ طيب الجيل الحالي شايف الخطيب أسطورة النادي الأهلي ومن أهم الناس اللي مسكت رئاسة النادي، بس ما شافوش الخطيب اللاعب اللي كان بيتحكي عنه. الخطيب كان مميز بشعره الكنيش وبكعب رجل يلف الكورة يدوخ بيه المنافسين، لعيبة تقع ولعيبة تيجي تتفرج عليه وهو بيلعب في الملعب نفسه. ما هو الخطيب مش إداري وبس، ده كان أسطورة في اللعب كمان. لو قلنا مين الأحرف بين الخطيب وأبو تريكة، أظن المقارنة هتكون صعبة قوي. حسن شحاتة قال إن الخطيب أحرف لاعب في مصر، وشيكابالا قال إن أبو تريكة هو أحرف لاعب في مصر. طب مين فيهم يستحق لقب أسطورة الأهلي؟ نتكلم شوية عن الخطيب. بص يا سيدي، رئيس النادي الأهلي كان أهم لاعب في جيله، ومش بس كده، ده له تأثير كبير قوي على الكرة في مصر أصلا، إنه زود متابعينها بشكل كبير. وكمان الخطيب سطر تاريخ المارد الأحمر في القارة الأفريقية بعد ما كان قائد الأهلي اللي حقق أول لقب أفريقي في سنة 1982، وبعدها بدأ مسيرة كلها كؤوس ما تتنسيش. الخطيب مع الأهلي حقق 15 لقب محلي، وكان أول لاعب مصري يحقق لقب أفضل لاعب في القارة السمراء. ومع منتخب مصر الخطيب الأسطورة كان معاه جيل قوي جدا، قدر ياخد بطولة أفريقيا بعد غياب 27 سنة عن مصر. وكمان تم تصنيف الخطيب ضمن أهم الأساطير في العالم. طيب أبو تريكة أو الماجيكو زي ما جمهور الأهلي بيحب يسميه، يكفي بطولات أفريقيا وإنه خلى لعيبة كبار زي دروجبا وإيتو وغيرهم يترعبوا لما يشوفوا صورته وهو داخل الملعب. أبو تريكة مش بس أسطورة، ده كمان مواقفه كانت بحجمه وأجوانه كانت معبرة عنه. مفيش ماتش مهم إلا وأبو تريكة كان مؤثر فيه. مع الأهلي جون الصفاقسي اللي خلى القاهرة مولعة يومها بوش رجل أبو تريكة كان حكاية، وهدف أفريقيا قدام الكاميرون بعد ما زيدان أهان سونج. ومش بس كده، أبو تريكة رفض ملايين قصاد إنه ينهي مسيرته في الأهلي وبس. أبو تريكة كمان أثر في مشجعين الوطن العربي بالكامل لما رفع تيشيرت تضامن فيه مع غزة بعد الجون اللي جابه في السودان في بطولة أفريقيا 2008. في النهاية انت لازم تحكم مين أمهر ومين أهم، وده احنا هنبقى متأكدين انك هتحتار لو شفت الاتنين بيلعبوا قدامك. واحد منهم من أساطير العالم والتاني سبب الرعب لأفريقيا بالكامل.